سمعت إن ممكن أتفادى جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي لو قويت عضلات رجلي بشكل جيد. الموضوع مش سهل قوي كده. فعلا في بعض الحالات تقوية العضلات المحيطة بالركبة فيها، خصوصا عضلة الفخذ الأمامية والخلفية، ممكن تساعد في تعويض غياب الرباط الصليبي الأمامي، وبالتالي تخليك تمارس حياتك بدون جراحة. بس خليني أوضح لك ده ينفع لمين. ينفع مع الناس اللي أسلوب حياتهم مش عنيف، ما عندهمش شعور بعدم الثبات وركبتهم مش بتخونهم، ما بيمارسوش رياضة فيها تغيير مفاجئ في الاتجاه، التمزق عندهم جزئي أو مستقر إلى حد كبير. لكن في المقابل لو أنت رياضي أو بتحس ركبتك بتفلت منك أو بتخونك، أو حتى ناوي ترجع للجري أو لعب الكرة مرة تانية، فالاعتماد على العضلات بس ممكن يعرضك لإصابات متكررة في الركبة، وبيفقدك بالتدريج قوة ركبتك ويمهد لحدوث الخشونة، وده بيكون بحدوث تلفيات متكررة في الغضاريف الهلالية. العلاج الطبيعي ممكن يكون بديل ممتاز للجراحة في بعض الحالات، لكن لازم يكون تحت إشراف فريق متخصص ومع خطة تأهيل واضحة ومدروسة. فلو اتقالك إنك مش محتاج عملية، اسأل ليه وعلى أي أساس. مش كل حالة تنفع بدون جراحة، ومش كل علاج طبيعي هيغنيك عن الجراحة. تابعنا في السلسلة دي عشان تعرف مين ينفعه العلاج الطبيعي ومين لازم يدخل غرفة العمليات بثقة.